السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعا رجعت بعد غياب أيام عفوا. كنت مريضة بزاف ومازالني مريضة، الحمد لله رب العالمين. ربي قدرنا إن شاء الله. ادعوا لي إن شاء الله نريح برك لوليداتي. كما راكم تلاحظوا ما نكذبش عليكم، راني حاسة روحي تعبانة، الصوت ما يجي يخرج بذراع. كما راكم تلاحظوا الإمكانيات نتاع الكاطو. انا صراحه ما كنتش راح نخدم لما غير مسكوتشو. من بعد كي تحلوا عينيا شويه بديت نشري في حوايج تاع الكاطو، قلت نخدم لهم الكاطو تاع الكيله هكذا باش ولادي برك ما يحطوش عينيهم نهار العيد، هما وراجلي طبعا. ربي يحفظ اولاد ازواج الجميع ان شاء الله يا رب العالمين. كما راكم تلاحظوا هذو هما المقادير انني شريتهم. شريت الزبده تاع الصول، المايزينا، الكونفيتير، الكاوكاو، هذو الحبوب تاع التزيين. شريت فلفل ظيف الذهبي يعني حب صغير وحب كبير. شريت فيرميسال، نحسب روحي من نكذبش عليكم يكفيني الوقت ونهز صحتي يعني ونخدم لهم كاطو طابع مي للاسف يعني. شريت هذو ايضا للتزيين، انا استعملت هنا نصفها فقط يعني نصفها مازال هكذاك مرة أخرى إن شاء الله. شريت خمارة، الورق الذهبي. شريت الكيسات، الدانتيل هذاك اللي يجي في الكيسات يعني، وللأسف الكيسات جاوني صغار يعني ما جاوش قد حبة الكاطو اللي خدمتهم. شريت هذو البلاوات كنت يعني نحوس عليهم من قبل، الزوج نتاعي راح يشري فيهم ولقاهم كملوا، مي تصادفت معاهم يتباعوا وشريتهم. شريت هذو المثالات ايضا تاع الدمعه وتاع الكاطو رياشه وتاع القلب، انا عندي مي شريت التلفل الصغير. هذا هما الفيتامينات اللي راني نشرب فيهم، دعوا لي ان شاء الله ريح فقط. نبداو الطريقه. طبعا هذا الكاطو راح يقطع لك 141 حبه تاع كاطو ولا 142 حبه كما راكم تلاحظوا. زبده صول او اي ماركه انت تحبيها. كما نقولوا العلبه تاع 500 غرام. بعدها تحكمي العلبه نفسها تعبري بها سكر كلاصي يعني ناقصه اصبع. ومن بعدها تحكمي هنايا العلبه الصغيره تاع 250 غرام تاع الصول، تعبري نصفها زيت المائده. تبداي تخلطي طبعا بالباتور، اللي ما عندهاش الباتور تخلط بيدها فقط يعني. المهم تخلطي مليح باش الزيت يدخل في الزبده والكاطو تاعك ما يطلقلكش الزيت كي يطيب. نديروا 4 بيضات كاملين وزوج صفار بيض كما قلت لكم. والخميره طبعا نديروا ملعقه قهوه، يعني ملعقه قهوه ماشي ملعقه التحليات، ملعقه قهوه ونصف يعني. رايحه يجيك حبه الكاطو نورمال وتجيك معدوله وتجيك محافظه على الشكل نتاعها. كما راكم تلاحظوا هنايا انا راني نخلط مليح مليح الكاطو. كما قلت لكم هذا يقطع لكم 141 حبه او 142 حبه. كي تلصقيهم زوج راح يجوك 72 حبه او 73 حبه يعني. الله يبارك ما شاء الله. هنا درت المايزينا، علبه تاع 500 غرام مايزينا كما راكم تلاحظوا. بعدها نبدا نعبر الفرينه. ندير الفرينه حتى عفوا يتلم عندي الكاطو. المهم تجي العجينه لينه وتشوفوها في الاخير كيفاش راح تجي القوام نتاعها. شكلي الشكل اللي حبيت يعني، هي كيله واحده وانما نوعي في الشكل ونوعي في الذوق ونوعي في الطليه يعني. باش نكونوا واضحين، نوعي في الطليه ونوعي في الذوق. قسمي العجينه على قده نطبسي، وكل عجينه ديري لها الذوق اللي حبيتي. انا كما راكم تشوفوا فيا هنايا، واحده درت لها الليمون، وواحده ديري لها نواه كوكو، وواحده ديري لها كما حبيتي كاكاو، وواحده ديري لها كاوكاو، كل وحده واش حبيتي على حسب اذواق ولادك والزوج يعني واش تحبوا نتوما. انا وريت لكم هذا فقط يعني الطريقه اللي تخدمي بها باش يجيك الشكل بلا ما يلصق لك العجين على المثال. هذه هي الطريقه تاعو. الاخوات اللي راهم يشوفوا هذا المثال يعني راه داير حاله. هذه هي الطريقه. ديري قطعه بلاستيك او نيلو وديري حبتك عادي نورمال، هي تاخذ الشكل وانتي نحيها ديريها في بلا على ورق الزبده كما راكي تلاحظي.
راح تخرج لك الحبه مليحه. وانما ننصحك انك ما تكثريلوش الخميره، لانه باش يحافظ لك على شكله تقعد شكل الورده كما راهي. اذا كثرتي الخميره يعني انا نفضل انك الخميره ديري نصف ملعقه فقط تاع قهوه يعني لهذا النوع تاع الكاطو باش يقعد لك هكذاك مليح. كيما راكم تلاحظوا هذا هو كاطويا. الكيله واش قطعت لي 141 حبه. جا ما شاء الله خفيف صراحه، يعني كي تكونوا تخدموا فيه تسيسوه قد ما تقدروا باش ما يتكسر لكمش. هذه هي زوج حبات كما راكم تلاحظوا. درت تاع الدمعه، درت تاع القلب، درت تاع القلب هذا اللي جاي على جهه جنب، درت هذا تاع الورده كما راكم تشوفوا. صراحه تهنيك في وقفه. انا هذا خدمته غير في الليل يعني في الليل بعد ما غسلت مواعيني كل شيء باش بديت نخدم فيه ل 12 تاع الليل. كنت كملته، كنت لصقته بالكونفيتير. هذا هو كاطويا ما شاء الله، الله يبارك. ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. انا صراحه خدمت غير على جال وليداتي كما راكم على بالكم، اللي تكون بعيده على لافامي تاع الزوج وبعيده على لافامي تاعها يعني نعيدو غير وحدنا ما كاينش اللي يجينا. سما الكاطو هذا رانا نخدموا فيه غير على جال نفوسنا باش نديروا اجواء العيد لوليداتنا. هذا مكان ربي يفرحكم كامل ان شاء الله، وصحة عيدكم كامل، وربي يتقبل منكم الصيام والطاعة والقيام. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسوش تشجعوني وادعوا لي معكم إن شاء الله نريح الوليدات إن شاء الله، وربي يرفع لي الضر. آمين يا رب العالمين. وصحة عيدكم مرة أخرى كما قلت لكم، وبالتوفيق للجميع، لكم ولولادكم ولأزواجكم ولأهاليكم يا رب العالمين. سلام.